السلام عليكم متابعي الوفياء، لبس عليكم على خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحوته في الفران، يعني مشويه، يعني بسيطه، طريقه بسيطه، يعني غنبقى ان شاء الله مع سلطه. المهم هنا غادي واحد لا ماريناد باش غادي نشرملها. الزعتر، غير الاعشاب المنسمه، زعتر وازير وعصير سيدنا موسى، يعني مطحونه، والسودانيه والثومه وشويه الملحه، ما كنكثرش الملحه لان الحوت مالح، وزيت البلديه بطبيعه الحال مع عصير الحامض. هنا كتشوفوا هنا بابي كويسون، الحوته هي هذه، غادي نحطها هنايا. بسم الله. كتشوفوا نقرب لكم هذه الصوره هكا. غادي نشرملها بهاد لا ماريناد هذه، نشرمل ندخل لها هاد الاعشاب المنسمه لداخل ديالها. هي راه مغسوله مزيان، نقيه ومغسوله مزيان. يلا ماريناد، الثومه شويه السودانيه، اعشاب منسمه مليحه، ما تكثروش الملحه، هكا كديروا ليها كنقلي. طريقه كتجي بحال مشويه، كتقليوها هكا، قطعوا الخليط هذا، كنرويها مزيان. غنزيد ليها تقليل نشوفها مزيان مزيان. صافي، وندير الطاوه الفران شويه فرشه لها الكويسون، صافي كندخلها ان شاء الله ونرجع معكم. وهذه سلطه اللي غنرافق بها ان شاء الله الحوت. هذه الكينوا كتشوفوها راه كتباع يعني في رحبه الحبوب القطني عند العطاره، موجوده. يعني خديت واحد تقريبا واحد كاس ونص صافي اللي درت مع شويه الماء والملحه، حتى تسلقوا شويه ديال الزيت صافي، حتى شريش تشربات ليا داك المانيش فاش طيبتها بحال شكل الروز. هي هذه الكينوا. هنا عندي خيزويه محكوكه بالطريقه في جل، الخس غنقطعو رقيق، وهنا عندي هذاك المكور الموف نقطع على بركه الله. يعني الخس يكون رقيق قطيعه وحده، الموس يكون ماضي باش كيجي الشكل ديالو زوين. بهذه الطريقه غنبقى غاديه. كذلك غادي ندير المكور نيت الموف بهذه نفس الطريقه التقطاع، وغنرجع معكم باش ما نطولش الفيديو. وهذا المكور كذلك نفس الطريقه، نمشي معاه شويه ديما الموس يكون ماضي وردو مع البال. كتجي السلطه بهذه الطريقه هذه كتجي راقيه صراحه، احسن ما كتحكوا. كاين اللي كيحكوا هذا المكور، كاين اللي كيحكوا حكاكه، ولكن ماشي، انا كيعجبني بحال هكا كيجي طويل تقطيعه وحده، يعني كتمشي بحالو بحال الخس. صافي تتمشيو عليه بحال هكا، تتكملوا الكميه اللي عندكم. نطولوش الفيديو. هنا بعد ما كملت قطع ديال الخضر صافي غادي نخلطها بسم الله مع هاد الكينوا. خلطوها مزيان، يعني حتى عند التقديم ديالها نوجدوا كل شيء وخليوها في الثلاجه حتى الوقت اللي تبغيت، يعني ما تخدموهاش بكري، هي كتبغي تبقى طازجه حتى عند التقديم.
عاد كتخلطوا كلشي. شوفوا تبارك الله، لوحه فنيه، تناسق في الالوان، طبيعه سبحان الله العظيم. كل ما في الطبيعه جميل ما شاء الله. كنزيد شويه ديال الزبيب بلدي غسلته بطبيعه الحال، ندير شويه ديال زريعه الكتان، ممكن تضيفوا شويه ديال فواكه جافه اخرين، لوز، كركاع، اللي عندكم. وهنا واحد لاصوص باش غادي نرافق هاد السلطه. هي هنا درت ديبس ديال التمر، ديبس تاع التمر اللي كيعرفوش هو العسل ديال التمر، يعني ديبس تاع التمر. وكاين الا ما عندكمش ديبس التمر ديروا العسل. ودرت زيت البلديه، ودرت واحد العصير ديال الليمونه اللي برتقاله، ودرت معلقه ديال القرفه. صراحه واحد الصلصه رائعه. غادي ندير شويه، تقريبا نصها، ونخلي شويه نحطها جانبا، حتى اللي بغى يضيف الصلصه يزيدها. صافي غنقدمها ونزينها ان شاء الله، ونرجع معكم باش ما نطولوش الفيديو ويكون ممل. دائما ما قل ودل. والسلطه ديالي ها هي بعد ما زينتها شويه ديال الفواكه، يعني كيبقاو الفواكه اختياريين، يعني هي الفواكه اللي تزين فقط. يعني الا كنتو غتاخذوا الحوت، انا كنفضل يعني الا كنتو غديروا الطبق مع الحوت، يعني ما بلا ما ديروا مع الفواكه بالاحسن، يبقاو غير الخضر وصافي. والصلصه ها هي اللي بقى، درت نص ديالها ونص ديالها هو هذا. نزيدوه شويه هكايا من الفوق، وكتقدموها بالصحه والعافيه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. والحوته ديالنا هي بعد ما خرجتها من الفران صافي كنزينها بما قل ودل. رافقت معاها لوبيا مشرمله بالثومه والحامض، شويه السودانيه، وشويه ديال الكمون وقزبر حبوب، صافي. سلطه ديال الكينوا. والله يجعل البركه وبالصحه والعافيه للجميع والضيوف ديالي.